اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص بقى الكشري وجماله. بقى في الشتاء بقى وبيدفي بقى والدنيا ساقعة مش عارفين ناكل ايه، فقلنا نعمل ايه شوية كشري كده من ايدينا الحلوين وشوية حمص نتدفى بيهم. اساس الحمص جنب الكشري. بصي اصلا كوباية الحمص عاملة ازاي تحسي ان انتي بصي خلاص. يلا ناخد على الطريقة. انا هنا كنت نقع الحمص قبلها بساعة. نحط عليه المية ونحط عليه بس ايه المية اللي انت نقعتي فيها الحمص بترميها وبتحطش مية من اول وجديد، عشان دي بيبقى ايه البقوليات بيبقى راح فيها بقى الهوا. المية اللي اتنقع فيها دي بترميها وبتحطش مية من اول وجديد. وحطيت هنا طماطم عليه. لسه هحط له طماطم تاني بس انا ما كنتش لسه ضربتها. كان عندي دول في التلاجة يعني فقمت حطاهم. ندخل هنا على الرز. انا بعمل هنا الرز قد الشعريه بالظبط، يعني هحط كوبايتين رز هحط قصادهم كوبايتين شعريه. تحط شويه زيت وهتقلبي لحد ما الشعريه تحمر. طبعا انتي فاهمه. الشعريه مسافه ما تحمر هنقوم حاطين مقلبين عليها الرز. وانا كنت نقع العدس قبلها برضو بساعه. قبل ما اعمل الاكل بساعه نقع العدس. رميت الميه بتاعته وحطيت ميه من اول وجديد عليه. هنقلب الشعرية لحد ما تحمر وتاخد اللون اللي انت حباه زي ما انت عايزة. قلبت اهو لحد ما خدت اللون اللي انا عايزاه. هحط الرز عليه واقلب. هقلب الاتنين مع بعض وبعد كده هنزل بالعدس. العدس اللي انا نقعاه. ما لحقتيش تنقعي العدس عادي ممكن تديله غلوة واحدة بس وتطفي عليه وبعدين تحطيه مع الرز تاني عادي. هنا حطيت عليه العدس وهقلب الاتنين مع بعض هحط المية بإدار المية مسافة ما تغطي الرز يعني. طول ما المية تغطي الرز هي بعدها بحاجة بسيطة برضو. غسلت الطماطم كويس وقطعتها وخلطتها وعملتها في الخلاط. حطينا شوية زيت ومعلقة توم معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل هريسة شطة. زي ما انت شايفة كده. اللي بيغلي اللي جنب اللي بيغلي دوت الحمص اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. هنقلب بعد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه هنزل بايه بشوية خل. هنا كنت بعمل فيها الشيف براك بقى وكده. وبعد كده الطماطم اللي انا بقولك لسه هضرب طماطم الحمص. حطيت بقى ايه عملت الاتنين في شفشاوية. حطيت زودت ميه عشان الميه بتاعته كانت نقصت وحطيت له شويه طماطم. وهنا احط التوابل ملح وكمون وفلفل اسود ورشه سكر ورشه بابريكا بس. وهتغطي على الحله لحد ما اما تتسبك مع بعض. يلا نعمل البصل. هنا بقى التركية بتاعتي حصري عند ام اياد. معلقة دقيق على نص معلقة نشا وهنقلب فيهم البصل كويس جدا. وبعد كده هيبقى مقرمش وهيبقى طعمه ما شاء الله عليه. هتقلبي البصل كويس جدا. تحطي عليه رشة السكر. الوصفة دي حصري عندي انا فقط. هتقلبي البصل وبعد كده لحد ما ياخد اللون اللي انت حباه برضو. هيطلع معاكي مقرمش وطعمه تحفة. بصي شكله اصلا عامل ازاي. كشري جميل. جميل. هنا بعد ما قبل ما اقفل على الحمص هحط له الكمون وهحط له الليمون وهقلبهم الاتنين مع بعض وبعد كده اقوم قافله النار. يلا بقى نعمل مع بعض الشطه